ظهرت باللبس الرياضي المكشوف الجريء اللي بيتلبس في الجيم، المكون من قطعتين ولونه أحمر، ولفة حوالين وسطها سويتشيرت أبيض وكوتشي كمان أبيض، وبترقص الكورة وسط الناس واللي رايح والجاي في الشارع. وفين؟ في شارع المعز. ظهرت ولا أجدعها لاعبة كورة محترفة غلبت أبو تريكة في زمانه وهتقطع على محمد صلاح، لقبوها بصاحبة الترنج الأحمر، مكانها هيكون الأهلي. إيه حكاية البنت دي؟ إزاي ظهرت لابسة في منطقة شعبية كده وبتعمل الحركات الجريئة دي؟ اللي اختارت شارع المعز تحديدا؟ مش هتصدق اللي عملته، ورد فعل الجمهور مفاجأة. الصورة اللي متاخدة عن البنت إنهم مش بيفهموا في الكورة ولا في التفاصيل داخل المستطيل الأخضر، ويوم ما يتفرجوا على الماتش من باب المشاركة مش أكتر، وخاصة لو المنتخب اللي بيلعب غير كده ما يعرفوش الفاول من ضربة الجزاء. لكن ده كان زمان، دلوقتي البنات هم اللي بيعلموا الشباب أصول لعب الكورة وقواعد اللعب على حق، والفيديو ما بيكدبش، كله بالصوت والصورة. انتشر فيديو الساعة اللي فاتت على التيك توك، وهو من فيديوهات اللي بمجرد انتشارها عملت قلق كبير لأكتر من سبب. الحقيقة أنا هقولك محتوى الفيديو إيه وإنت اللي هتقرر السبب الحقيقي إنه يثير الجدل عليه. في الفيديو ظهرت بنت لابسة لبس جريء ومكشوف من عند البطن، من البنات اللي بتلبسه في الجيم ده، وده بيكون وقت التمرين، ومكون من قطعتين، وحوالين وسطها رابطة سويتشيرت أبيض وكوتشي رياضي أبيض كمان، يعني رياضية زي ما بيقول الكتاب، لكن مش باللبس، باللي عملته كمان. كانت بتلعب بالكورة وشوطتها وترقصها للكورة محترفة، مش أي حد يعرف يعمل اللي بتعمله إلا لو لاعب مواظب على لعب الكورة وبيدرب كمان. بقت ترفع الكورة برجليها وكأنها بترفع ريشة، وخفة مفيش بعد كده، تجيبها من الرجل دي للرجل دي بكل سلاسة، وزي ما يكون الكورة قطعة صلصال وهي بتشكلها بمعرفتها الفنية الكروية. ما اكتفتش بإظهار مهاراتها على الأرض وبرجليها بس، لكن بقت ترقص الكورة براسها، ومع كل رفع للكورة شعرها يتميل يمين وشمال. وطبعا هي عاملة تسريحة البوني تيل اللي هي دي للحصان يعني زي ما بيتقال عنها، ودي تسريحة مناسبة جدا للستايل بتاعها بما انها ظهرت بتلعب كورة وتعمل مجهود بدني كده. بس هي حيرت الجمهور، هي كده أهلوية ولا زملكاوية؟ يعني بيطالبوا كولر بضمها للأهلي وسيريو ياخدها الزمالك، ما هي لابسة أحمر ومدخلة اللون الأبيض كمان. بس ثقتها في نفسها وكاريزمتها كانت مقوينها جدا، وشكلها كده الأندية كلها هتتخانق عليها. الغريب بقى إنها ما عملتش كده في النادي، كانت الناس هتقول وماله، مكان مناسب ومخصص للعب الكورة بغض النظر عن لبسها اللي ممكن يكون مش مسموح بيه في بعض الأندية، لكن اختارت شارع المعز اللي هو منطقة شعبية جدا والمفروض الأفعال دي ما تتعملش فيه، وأكيد الأهالي ليهم عادات وتقاليد وأصول والمفروض كانت تحترم ده. الحقيقة إنها وهي بتلعب في اللي كان قاعد على أماكن الاستراحة اللي موجودة بالشارع بيتفرج عليها، وظهرت تقريبا كده عاملة نظافة شغالة في واحد من الأماكن السياحية وبصلها ومستغربة من اللي بتعمله، وولد صغير وكذا شاب، وفي اللي كان ماشي وهي لفتت انتباههم بحركاتها، وفي اللي كان ماشي في حاله لا بص عليها ولا اهتم يشوفها بتعمل ايه. المفاجأة بقى رد فعل الجمهور على الفيديو لما انتشر، كانت تعليقات تشجيعية ليها جدا، وقالوا أبو تريكة في زمانه والله بتلعب أحسن من مودست، حد يروح يقول لكولر دي مكانها مكان ميسي، دي أحسن منه، هتقطع على صلاح. وصفوها بصاحبة الترنج الأحمر، وفي اللي مهتمش بتصرفاتها وكان بيسأل مين دي، لكن لحد دلوقتي مفيش إجابة على السؤال ده ومحدش يعرف معلومات عنها. الحقيقة إنها مش الوحيدة اللي لعبت كورة في شارع المعز، بيحصل كتير وليهم فيديوهات كتير جدا برضو مشهورة على التيك توك بيلعبوا وسط المحلات في الشارع. انتوا بقى شايفين اللي عملته البنت دي ازاي؟ هل كان ينفع تعمل كده فعلا في مكان شعبي أثري زي مكان المعز كده، ولا كان الأولى تروح مكان مناسب مخصص للبنات وتلعب الرياضة اللي بتحبها حتى لو كرة القدم، ولا زي ما قال البعض إنها بتدور على الترند والشهرة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.